السلام عليكم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من هذه الآية الكريمة الكثير من الناس يرد على هاشتاج أو مقالب بعض الأخوات المسلمات للأسف اللي يطالبوا بإسقاط الولاية، وهم عارفين ما هي معنى الولاية وفيما أصلا تكون الولاية. والآية الكريمة هذه ما وضعت عشان تكون منفذ للرجال أو مخرج للرجال أو دليل للرجال أنهم يتسلطوا على النساء. أولا الولاية في الإسلام يعني أمرها الخالق اللي هو خلق كل شيء، اللي هو عارف بكل شيء واللي فاهم بكل شيء. يعني ربنا ما خلقنا هباء منثورا وعبثا، وما حط آية كريمة ولا حط دليل كريم ولا حط قانون إلهي إلا وعارف مغزاه وعارف هو ليش القانون هذا راح يودينا لفين. في أي مكان في العالم في قوانين، أي دولة تروحها في قوانين وفي دساتير موجودة عندها، غصبا عنك تحترمها. والقانون الإلهي اللي ربنا حطه غصبا عننا كلنا نحترمه ونمشي فيه، لأنه عارف مصلحتنا فين تكون. ولما حط الولاية للرجل على المرأة في بعض الأمور وليست كل الأمور ما كان عبثا. يعني الآن شيء طبيعي إنه في نظام في الأسرة، في نظام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا ما في نظام وما في مسؤولية عن الرعية حتعم الفوضى في كل مكان. يعني أنت ممكن بنتك تخرج من تحت طاعتك، تخرج تسافر تيجي وتروح، زوجتك ما عندك أي وصاية عليها وأي ولاية عليها، وما تقدر تقول لها أي شيء. ليش؟ لأنه أسقطت الولاية زي ما هم يبغوا. وهذا النظام اللي قاعد يصير في أوروبا والدول الثانية اللي للأسف أولياء الأمور أكثر ناس متضررين منه وأكثر ناس مجحودين منه وأكثر ناس ما عارفين يسووا شيء، وبينحكم عليهم بالسجن ظلم لأنهم قاعدين يسيطروا على أبنائهم أو على زوجاتهم. الولاية يا عزيزتي المسلمة ما هي عشان تحد من حقوقك. يعني ما حد يقدر أبدا 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 إنه يعني يجبرك على الزواج من شخص أنت ما تبغيه، زي ما تفضلوا تقولوا الكلام هذا. الإسلام أصلا ما يعطي المرأة كامل حقوقها. والولاية المقصود بها إنه يكون في إنسان وصي عليك، إنسان يصرف عليك، إنسان يخاف عليك، إنسان يشيل عنك التعب والمجهود ويوفر لك كل شيء. هذا اللي المفروض يكون موجود. لكن للأسف بعض الرجال فهموها غلط وصار في عندهم تسمت وصار في عندهم استبداد وصار في عندهم ظلم للنساء، مما يخليهم يطلعوا بهذا الهاشتاج اللي هم ما عارفين ايش معناه. وللاسف كان للرجل دور كبير فيه من غير ما يدري. الله عز وجل لما خلق الكواكب وخلق الارض وخلق السماء وخلق الدنيا وخلق كل شيء، خلقه بنظام وبدقه. ولما خلقنا احنا كبشر اعطانا دستور اللي هو القرآن في جميع التعاليم والطرق اللي احنا ممكن نمشي فيها. زي لما تشتري انت غسالة وتشتري سيارة وتشتري تلفاز وتشتري اي شيء، في عندك كتالوج لازم تمشي على هذا الكتالوج وتعرف كيف طريقة تشغيله والأنظمة وكيف تمشي. وإذا ما قريته راح تلاقي صعوبة في انك تشتغل هذا الشيء، ممكن تفشل ما تعرف تشغله، ممكن تخرب معك بسرعة لانك انت ما انت عارف الطرق اللي المفروض تستخدمها. القرآن هذا هو دستورنا وهذا هو الكتالوج حق الانسان المسلم الطبيعي، ولكل البشر اللي هو المفروض يعرف ايش يسوي وايش ما يسوي، فين الحلال وفين الحرام وايش الصح وايش الغلط. واحنا للاسف اهملنا القرآن واهملنا سنة مصطفى عليه الصلاة والسلام، وصرنا نمشي وراء التطور الحضارة اللي الغرب اصلا هم يشتكوا منها. هم نفسهم يشتكوا من هذا التطور اللي وداهم في 60 داهية، وما عارفين خصوصا كأسرة ما عارفين يضبطوا امورهم الاسريه وامورهم العائليه. انفلتت من يدهم زي ما تشوفين ايش قاعد يصير معهم. يا اختي ويا اخويا المسلمين، انتم الاثنين شركاء في اللي قاعد يصير، شركاء في الامور اللي قاعده تصير واللي وصلنا ليها من انه اخواتي طالبوا باسقاط الولايه بسبب التزمت زي ما ذكرت وبسبب الظلم اللي صاير. انه واحد يقعد ياخذ راتب بنته ولا ياخذ راتب زوجته هي حق فيه، هذا من حقوقها. ما لك اي حقيه في الاسلام انك انت تاخذ اموالها ولا تاخذ حقوقها ولا تصادرها، وما لك حق ابدا انك انت تجبرها على زواج هي ما تبغاه. هذه اشياء كلها الاسلام اصلا كفلها للمراه انها تكون يعني تختارها. ما في الاسلام ابدا حق لرجل انه هو يضرب ويهين المرأة ولا يمنعها من اشياء هي يعني مسموحة لها في الاسلام، نجي احنا نحرمها عليها. وفي نفس الوقت ما لك اي حقية يا اختي انك انت تسقط ولاية ربنا حطها. الرجل وصي عليك، ابوك او زوجك او ابنك او ايا كان هذا ولي امرك الموجود، هذا وصي عليك عشان يخاف عليك ويحافظ عليك، لانه لو سابك فريسة للناس اللي هم الان الوصاية عشان تكوني فريسة ليهم وتكوني اداة سهلة للوصول ليها. وما حد يقدر يجبرك. طبيعة المرأة انه هي عاطفية واحيانا يضحك عليها، مو احيانا كثير يضحك عليها بسبب عاطفتها. وجود الرجل في حياتها هذا صمام امان لها، وجود رجل في حياتها صمام امان لها وظهر لها. فلما يختفي هذا الرجل وتصير هي حره في تصرفاتها، جميع كل تصرفاتها اللي الاسلام حرمها عليها انها تكون، يعني زي السفر زي الخروج لازم باذن
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستأذنوه إذا راحوا المسجد، إذا راحوا يصلوا يستأذنوه، فما بالك نساء اليوم اللي هم يبغوا يروحوا يسافروا ويجوا من غير إذن ومن غير وصاية ولا ولي أمر. وسببها زي ما قلنا تزمت الرجال وأسلوبهم العفن النتن في التعامل مع المرأة اللي هو ضد الإسلام بالأساس. أكثر ديانة في العالم، عفوا أكثر ديانة في العالم كله في الوجود كرمت المرأة واحترمتها وعفتها وصانتها هو دين الإسلام. فما تيجي بعض الاخوات للاسف اللي قاعدين ما هم فاهمين ايش قاعدين يقولوا، بعضهم مو فاهم وبعضهم يبغى يتجه للانفلات، الانفلات الاخلاقي ويتجه له عشان يثبت انه انا اقدر اسوي كل شيء من غير رجل ومن غير وصايه، وهذا كله كلام فاضي ما له اي اساس من الصحه. واقول لاخواتي واخواني المسلمين راجعوا نفسكم، في ناس مستهدفينكم من برا يحاولوا ان هم يفتتوكم من الداخل، يحاولوا ان هم يزرعوا الفتنه بينكم، يحاولوا ان هم يشتتوا الشمل ويفصلوا ويقطعوا اسر التواصل بين الاسره الواحده، ويكون في مشاكل ويكون في انحراف ويكون في ضياع عشان يكون سهل عليهم بعد كده هم يغزوكم من الخارج طالما قدروا يغزوكم من الداخل. نخلص من موضوع الوصاية والولاية اللي الأخوات قاعدين يسقطوها ونخش في موضوع ثاني مهم. شفنا مقطع للأسف راح تشوفوه الآن معايا، تفضلوا شوفوا. يلا في ذمة الله هذا السنور يلا في ذمة الله هذا السنور للأسف إنه هذا المنظر لما ينشر لبرا الدول الغربية يقول لك هذول هم المسلمين. يعني احنا ما خلصنا من الإرهاب اللي قاعدين يلصقوه فينا كمسلمين بأفعال المسلمين للأسف، ويجوك الناس هذول اللي يعذبوا الحيوانات. هذا منظر قط بريء. انت لو فيك ذرة رجولة، لو فيك ذرة رجولة واحدة ما تستقوي على قط ضعيف ما يقدر يسوي فيك ولا شيء، لكن هذا القط راح يكون خصيمك يوم القيامة أمام الله عز وجل، ما راح تذوق الجنة لين ياخذ حقه منك. مين انت عشان تعذب مخلوقات الله بهذا الشكل باي حق؟ نسيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة دخلت النار في قطة حبستها، ما اطعمتها ولا خلتها تاكل من حشاش الارض، فربنا دخلها النار عشان حبستها وماتت من الجوع. مو بس سوت فيها اللي قاعد تسويه انت عذبت القط، هذا تعذيب. ألمت الآلام هذه والله العظيم راح تحسها في عظامك وفي نفسك، يمكن في الدنيا قبل الآخرة إذا ما تبت واستغفرت الله عز وجل. أقسم بالله يا رئيس الدولة اللي أنت موجود فيه هذا الشخص، إذا ما حاسبت هذا الشخص وعاقبته والله لا تحاسب على فعلتك هذه، لأنك شفت الظلم وسكت عليه، وربنا ما يرضى في الظلم لا في الإنسان ولا في الحيوان ولا حتى في النبات. فخلي هذا الشيء في راسك وبطلوا إساءة للدين بأفعالكم القبيحة. فين أبوك؟ فين أمك؟ فين أهلك اللي ربوك؟ أنا ماني عارف. شوف المقطع الثاني. فلوس فلوس ها؟ على البر على البر. لا حق مصاريف يا ولد دام هاي شوف دام هاي لازم يمشي على الفلوس 50,000 والله حرام. ايش تقول؟ ارجع واقول تربية الاهل وين؟ هذا شاب مراهق ماسك رزمة فلوس فرحان فيها، قاعد يلعب فيها ويرميها تحت ويدوس عليها بالسيارة. اولا في بعض الاخوة قالوا هذا هياط، هذا مو هياط، هذا مرض، هذا حديث نعمة، هذا فجعة، هذا شيء شاف فلوس مو مصدق ويفكر انه هو بالطريقة هذه قاعد يتفاخر قدام الناس. للأسف هذه نعمة ربنا، هذه نعمة من عند ربنا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه المال هذا من عند ربنا زينة وحياة ونعمة، ناس يتمنوه وانت قاعد تدعس عليه تهينه كده قدام ربنا وقدام الناس كلهم، وتتوقع ان ربنا راح يسيبك في حياتك تتهنى. مستحيل. ارجع واقول السلطات مسؤولة، السلطات والحاكم مسؤول على القبض على هذا الشخص وترويعه وتشهير به امام العالم كله عشان يعرف انه احنا المسلمين ما احنا بالشكل هذا. هذا فعل يخالف الاسلام ويخالف المسلمين ويخالف عادات المسلمين ويخالف عادات الشعب السعودي ويخالف عادات اي شعب مسلم. وهذا الشخص زي هذا لازم يعاقب ويحاسب اولياء اموره على اهمالهم بالتربيه السخيفه هذه اللي طلعت لنا هذا الجيل السخيف بالشكل هذا. ونخلص من هذا الموضوع نخش